منتخب مصر يفوز على اثيوبيا 2-0. نوعا ما يا جدعان، يعني بص الواحد مش متفائل، بس نكسب الماتش الجاي ونتعادل نصعد ان شاء الله كاس عالم. بس الفكره انا عايز افهم بس اللي هيجنني ازاي اسامه فيصل يلعب على مصطفى محمد؟ لا بجد بالعقل، بعيدا عن اهلي وزمالك او ازاي واحد زي مصطفى محمد ده يقعد دكه؟ هو اسامه فيصل جامد وكل حاجه، بس مصطفى محمد نفس الموضوع. تريزيجيه، يعني تريزيجيه الشوط الاول كان جامد. نفس الموضوع برضو زيزو برضو نوعا ما كان كويس. انت بقى نعرف منتخب مصر بقى كويس وبقى قوي فعلا وقادر ينافس لما يلعب فرقه كبيره زي المغرب، زي الجزائر، زي السنغال. عايز يقول لي نفسك في ايه بجد؟ اقول لك يعني نفسي بجد منتخب مصر يعمل حاجه السنه دي، عشان خاطر الكابتن حسام حسن. بجد نفسي يعمل حاجه عشان خاطر الراجل ده. يعني احنا هدفنا ليه كتير، طالبنا ان هو يجي، يعني افريقيا، اي حاجه، المهم ان احنا ناخد بطوله السنه دي. بجد يا جدعان وحشنا فعلا منتخب مصر بتاع الجيل الذهبي، اللي هو فعلا مش حكايه الحوار كله مش فنيات، لا رجوله. الجيل الذهبي فعلا كنت تتفرج على لعيبه مش حكايه فنيات بس واللعيبه مهاريه لا كنت بتلاقي في رجوله في الملعب. بجد والله مفتقدين حته الروح والحميه دي في المنتخب بجد. انت متخيل ان انت وصل بيك الحال ان انت تقلل من راجل زي ده؟ لا بجد يعني، ده انت على الله خالص، يعني انت دماغك دي عند ربنا. بجد. يعني انا كراجل مدريدي وبعشق كريستيانو وبعشق الراجل ده. يا ابني مين يعني؟ كريستيانو ميسي 8 بالون دور 5 بالون دور، يعني انسى ان يجي زي دول تاني، فاهم؟ بجد والله يعني انت وصل بيك يا ابني، استمتع يا حبيبي استمتع، فككوا من جو المقارنات بتاعكم اللي ملوش اي 30 لازمه. استمتعوا بالاتنين يا جدعان، والله ما هيجي زيهم تاني. انت الاجيال اللي جايه كلها هتحسدك على ان انت عاصرت الاتنين دول. واحد من الناس كنت بتمنى حرفيا ان هم يتجمعوا في اواخر ايامهم كده في فريق واحد، نفسي اتفرج عليهم مع بعض. لا بجد يا جدعان، العقليات اللي هي زي اسامه ابو علي حرفيا تزعل. يعني انت لعيب ما شاء الله، فيك كل مميزات المهاجم الجامد جدا، عملت كل حاجه مع الاهلي. يا عم هتخرج من الاهلي تخرج على مكان كويس، ما يقلش عن مثلا سبورتك لشبونه، الحتت التقيله يا عم نوعا ما، بورتو البرتغالي، بنفيكا. انا مش بتكلم بقى في دوري انجليزي ولا اسباني ولا الكلام ده، على الاقل اخرج في فرقه هتنقلك في مكان تاني. لكن فكره انك تبقى كل هدفك كده يبقى انت مش نافع. انت كلاعب ما شاء الله مكسر الدنيا مع الاهلي، فيك كل المميزات الحلوه، اختار بقى مكان احسن. بلس ان انت اصلا خرجت بطريقه مش حلوه، فاهم يعني؟ ايا كان بص، لو طلعت اعتذرت من هنا السنه الجايه جميل الاهلي اتقفلت منك من ناحيه الحته دي، فاهم؟ لا بجد يا جدعان عقليته خايبه قوي، مش هو اللاعب الذكي، فاهمين؟ بجد يا جدعان الناس اللي متعشمه ان الاهلي يجيب مدرب كبير زي ماركو روزا، انسى. انسى يا حبيبي، بص عشان ما تعشمش نفسك. الاهلي كبير وخلاص هيجيب لك مدرب كويس، بس كماركو روزا، كمورينيو، الناس اللي كانت بتقعد تهبط ده. مورينيو مين يا حبيبي؟ مورينيو بجد والله يعني ايه الزرط؟ يعني انت يا ابني مرتب مورينيو ده اقل حاجه 11 مليون في الموسم يورو. نعم. يعني انت متخيل الرقم اصلا؟